سيلف ديسبلين، يعني من الانضباط الذاتي، يعني كتولي قادر تحكم في راسك وكيمشي لك العكس وما كتبقاش تسجل الخدمه ديالك. زائد بزاف ديال الفوائد اللي عاد غادي نهضر عليهم في هذا الفيديو. كيفاش؟ وحاول تركز معايا مزيان وتكبر الشاشه، حيت هاد المعلومات اللي غنقولهم لك راهم خلاصه من بزاف ديال المصادر علميه غتلقاوهم كاملين في الديسكريبسيون، واللي غادي يخليوك تخرج من الفيديو بمعلومات اللي غيبقاو معاك حياتك كامله. دابا تخيل معايا عندنا جوج قطوطه ا و بي. القط الاول من نهار تزاد وداك خونا اللي مربيه كيوكلو غير الخبز وبطاطا والشياطه ديال الماكله، والقط الثاني من نهار تزاد ومولاه كيوكلو غير الماكله ديال القطوط وديك الماكله الزوينه ديالهم اللي كيشريها. ومن بعد شدينا وعطينا القط واحد الحوته. هنا في البلاصه غادي يتلاح عليها وما غاديش يعقل عليها وغيكملها في بضعه ثواني واخا ما يكونش كاع فيه الجوع. ومن بعد شدينا وعطينا للقط بي واحد الحوته. هنا الا ما كانش جيعان بزاف ما غاديش يقرب ليها وغيبقى غير كيغوت وكيتسنى الماكله الاخرى اللي مولف بها. يعني في النورمال القط غياكل ديك الحوته والقط بي ما غاديش ياكل. دابا ماشي هذه هي المشكله، دابا باش نزيد نوصل لك الفكره ديالي اكثر غنعطيك مثال اخر. تخيل معايا هاد القطوطه بجوج شديناهم وحطيناهم في شي بيت مسدود وحطينا معاهم واحد الطوير، ففي النورمال ديالهم القط غادي يبقى ينقص ساعات وساعات وغيبقى كيجري مورا داك الطوير ساعات وساعات بلا ما يحبس وحتى يصيدو وياكلو عاد يتهنى. ولكن القط بي لن يتحرك خطوه واحده، حيت اش غادي يدير بطوير وهو عارف راسو غادي يرجع للدار وغياكل الماكله الزوينه. ولكن القط عارف راسو ملي غيرجع للدار غيلقى الخبز كيتسنى، داكشي علاش غيدير اي حاجه باش ياكل داك الطوير ويستمتع اكثر. ولكن تخيل معايا شدينا القط بي وهزيناه وديناه لعندك خونا اللي رباه وبقى كيعطي لبي غير الخبز والبطاطا والشياطه. بي في الاول ما غاديش يبغي ياكل، ولكن غير غيجيه الجوع غادي يبغي يبقى عايش طبعا، وتما نورمال غيضرب الخبز حتى هو. وتخيل لا خليناه تما سيمانه ومن بعد رجعناه لذاك البيت وحطيناه مع الطوير. تما بي ما غاديش يدير كيما دار في الاول وبقى جالس، ولكن هاد المره غادي ينوض ويبقى يجري مورا داك الطوير، حيت بكل بساطه بحال الا تفورماطا في ديك السيمانه اللي بعد فيها على الماكله الزوينه ودوزها كياكل غير الخبز. وهذا راه ماشي مثال، وانما داروا بزاف ديال التجارب بحال هكا على حيوانات، القروده، الفيران وحتى على بنادم. دابا اجي نطبقوا هادشي علينا حنا كانسان. تخيل معايا لا شدينا شي واحد كيشرب اتاي مسوس وجينا وعطينا له كاس د اتاي فيه معلقه واحده ديال السكر صافي، غادي يعجبو داك اتاي وغيستمتع به وغيجي حلو. ولكن الا جينا عند شي واحد مولف كيشرب اتاي بربعه ديال المعالق ديال السكر ومن بعد عطيناه كاس فيه معلقه واحده، غادي يجيه مسوس وما غيعجبوش كاع وما غيقدرش اصلا يشربو. دونك الا جينا نشوفوا هنا راهم بجوج بهم شربوا نفس الكميه ديال السكر، ولكن واحد عجبو وواحد ما عجبوش. ولكن تخيل معايا لا شدينا هذا وبززنا عليه يدوز واحد السيمانه كامله كيشرب كل نهار غير اتاي مسوس، ومورا السيمانه شدينا وعطيناه كاس فيه معلقه واحده ديال السكر، تما غادي يعجبو. حيت في هاد السيمانه اللي دوزها كيشرب اتاي بلا سكر فورماطا فيها دماغو من الناحيه ديال السكر، ومن هنا خرج مفهوم الدوبامين ديتوكس. شنو هو الدوبامين؟ ديجا هضرت عليه في هذا الفيديو دونك ما غنعاودش نشرحه، ولكن باختصار هو داك الهرمون اللي كيفرزو دماغك ملي كتبغي دير شي حاجه على ود شي مكافاه. يعني ملي كيكون فيك الجوع وكتبان لك شي ماكله قدامك، فقبل ما تمشي تهز الماكله دماغك كيفرز هرمون الدوبامين واللي كيخليك تمشي تهز ديك الماكله مباشره وتاكلها، وغير كتاكل الدوبامين ما كيبقاش، وبلا هذا الدوبامين غادي تموت بالجوع حيت ما غتكونش عندك الكانه باش تمشي تاكل. وكاينين جوج انواع ديال المشتتات ديال الدوبامين، يعني جوج ديال الانواع ديال الحوايج اللي كيخليو دماغك يفرز الدوبامين. السبب الاول هو حصول على مكافاه بسرعه، فحال كارو مثلا غير كتشعلو كتكميه ها انت خديتي الدوبامين، او التليفون كليك وحده ها انت دخلتي للسوشيال ميديا وها انت خديتي مكافاه. هذا السبب كيخلي الدماغ كيفرز الدوبامين بزاف في مده قصيره. السبب الثاني مكافاه طويله الامد، يعني شي حاجه كتعطل، فحال كتبقى تقرا بزاف باش تاخذ نقطه زوينه او كتبقى تريني مده طويله على ود فورمه زوينه. هذا السبب كيخلي الدماغ يفرز شويه ديال الدوبامين. عقل على هادو مزيان حيت عليهم مبني هاد صوم الدوبامين. حتى لدابا مزيان داكشي علاش غندوزو نهضروا على واحد المفهوم اخر سميتو الهوميوستاسيس. وهاد الهوميوستاسيس هي واحد الخاصيه كاينه في الجسم ديالنا واللي كتخلي الجسم يبقى يحقق التوازن. فحال مثلا ملي كيجيك البرد وكتبقى ترعد باش تسخن، دابا في حاله ما دماغك فرز كميه كبيره ديال الدوبامين، شنو غيوقع هنا؟ دماغك غادي يعتبر هذا الدوبامين الزايد اللي فيه واحد الحاجه اللي ماشي نورمال وواحد الحاجه اللي ماشي متزنه، وباش دماغك كيمشي كيستخدم واحد الحاجه خطيره كاينه في الجسم ديالنا كتسمى التوليرانس.
التوليرانس هي اللي كتبزز على الجسم باش يرجع السيتوياسيون الجديده اللي فيها هي السيتوياسيون نورمال. يعني مثلا لا شديتي وكميتي كارو هاد النهار، دماغك غادي يفرز دوبامين وغيعجبك الحال، وغدا عاود شديتي وكميتي كارو غيعاود يفرز دوبامين وغيعاود يعجبك الحال. ولكن من بعد واحد المده غادي تدخل هاد التوليرانس وغادي تخلي جسمك يعتبر داك الكارو واحد الحاجه طبيعيه، وبالتالي دماغك واخا يفرز هذيك الكميه الكبيره من الدوبامين الجسم ديالك غيعتبرها حاجه عاديه، وتما اوتوماتيكمون غادي تبغي تزيد كارو واحد اخر باش تطفي ديك الرغبه اللي فيك. وهكذا مع مرور السنين كتبقى غادي وكتزيد حتى كتلقى راسك كتكمي باكيه في النهار. وما كنهضرش عليك انت ولا انت، ولكن كنهضر على كاع الناس اللي كيكميو، حيت هادشي اللي كيوقع لهم. وكذلك مع الحشيش ومع التليفون مع الاباحيات ومع السكر الى اخره. فهمتي دابا علاش ملي كتبقى دير شي حاجه لمده طويله كطلع ليك في راسك؟ راه بسبب هاد التوليرانس. وهادشي كينطبق على اي حاجه كتخليك تفرز دوبامين بزاف. والمشكله الاكبر ماشي هو انك كتزيد في هادشي، ولكن هادشي كيخلي دماغك ما يتاثرش بالدوبامين القليل. يعني انت ملي كتبغي تقرا على ود واحد النقطه زوينه، هنا دماغك كيفرز شويه ديال الدوبامين، ولكن دماغك كيكون مولف على بزاف ديال الدوبامين. دونك داك شويه ديال الدوبامين اللي كيفرزو دماغك باش تقرا ما كيأثرش فيك كاع، وهادشي اللي كيخليك ديما فشلان. وكل ما كتفكر فيه هو تهز التليفون ولا هو تكمي كارو ولا هو تمشي تقصي الحلاوه ولا دير شي حاجه ممتعه وسهله، حيت الخدمه والقرايه كيجيوك مملين وصعابين وما كتلقاش الموتيفاسيون باش ديرهم. كما وقع قبيله لداك القط باش عجز ينوض يصيد داك الطويار، وكما هو عجز ينوض ويخدم باش يصيد داك الطويار، انت كتعجز باش تنوض وتخدم وتقرا على ود نقطه زوينه. وعاقل باش كنا شدينا داك القط وبقينا كنعطيوه غير الخبز حتى تفورماطا، وهكا حتى انت خاصنا نفورماطيوك، ولكن ماشي ديما طبعا، مره صافي. كيفاش غادي ندير هذا الدوبامين ديتوكس؟ سهله وملاحظه، وحيت انا متاكد باللي غيجيو شي وحدين وغادي يقولوا لي في كومونتير باللي راه صوم رمضان كافي ولا شي حاجه بحال هكا. خويا اختي الصوم ديال رمضان ما كيتعتبرش صوم دوبامين، حيت ما كنصوموش كما خصنا نصوموه. كنا كنصوموه كما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا نقدروا نقولوا عليه كافي، ولكن لا، حيت الا كنتي كتصوم نهار كامل ومورا المغرب كتهبط وكتبقى غير كتاكل وكتنعس حتى للربعه ولا ما عرفتش، وكتفيق مع 12 ديال الصباح وكدوز النهار كامل هاز التليفون وكدوز الوقت على ما يجي المغرب، هنا انت راه كضر راسك ماشي كتفيدو. وللاسف ولينا عايشين في واحد الزمان اللي ولا رمضان هو اكثر شهر كنخرجوا فيه على صحتنا، لا دماغيا لا جسديا، حيت بكل بساطه ما كنصوموش صيام حقيقي واللي خصنا نصوموه. والله يهدينا كاملين من غير دوك الاقليه طبعا اللي باقيين كيصوموا مزيان وكيفيقوا بكري وكيخدموا النهار ديالهم عادي وكيفطروا فطور معقول وكينعسوا بكري، ماشي كيبقاو سهرانين حتى السحور الى اخره. هاد الناس شابو ليهم الصراحه. المهم كيفاش ديروا؟ غادي تشد واحد النهار وبغيتك دابا تفكر فيه وتحددو معايا في دماغك، وغادي تحبس فيه السوشيال ميديا والتليفون من غير الا صونا عليك شي واحد. طبعا غادي تحبس الفراجه ديال الافلام او اي نوع من المحتوى الترفيهي، غادي تحبس العاب، وغتحبس الماكله ديال الزنقه او الماكله الزوينه والغير الصحيه. نهار واحد صافي غادي تحس فيه بالملل مزيان، واللي دير في هذا النهار هو جرب قرا شي كتاب، هز شي ورقه وستيلو، حاول تخطط لحياتك، حاول تلعب الرياضه، حاول تقرا ولا تخدم، جرب تصلي، جرب الميديتاسيون. وراه لقيتوني كنوجد في واحد الفيديو كهضر على التامل وعلى الفوائد ديالو، تسناوه. المهم هذا النهار ما دير حتى حاجه ترفيهيه واللي كتفرز الدوبامين بزاف. هنا ملي غتسالي هذا النهار وغتمشي تنعس، غتفيق بالصباح مفورماطي، غادي تفيق وانت جديد، غتكون عندك كانه باش تقرا باش تخدم، وغتستمتع اكثر بالفراجه واللعب. يعني غتفورماطي راسك داك النهار، ومن احسن تبقى كل سيمانه تعاود هذا النهار على الاقل مره واحده. ولكن انت ولا تيسير جرب دير غير نهار واحد صافي، وملي غادي تشوف الفوائد ديالو اوتوماتيكمون غتحس بالموتيفاسيون باش تعاود ديرو مره اخرى، وبقى هكا مره في السيمانه كدير هادشي، وتما غتشوف شحال غيتزادوا القدرات ديالك في الخدمه والانضباط الذاتي، كما غيعاونك هذا الدوبامين ديتوكس حتى في تنقاص من العادات الخايبه اللي كدير. وطبعا هادشي ما كيعنيش ان اليامات الاخرين تبقى غير كتفرج وغا كتلعب، حاول تنقص شويه حتى في اليامات الاخرين، وراه صوم الدوبامين غيعاونك حتى في هادي. فوالا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا ديال صوم الدوبامين او الدوبامين ديتوكس. نتمنى نكون وصلت لك الفكره مزيان، ونتمنى منك انت ولا انت تجربوها واخا غير نهار واحد بعدا باش تقدر تقاد راسك وتفورماطي دماغك. المهم الفيديو تسالى، ما تنساش لايك وداك السبسكرايب وداك الجرس باش يوصلك كلشي وباش تدعمني. والا كانت عندك شي فكره الفيديو الجاي كتبها في كومونتير، والا كان عندك